دلوقتي انا جايبه فراخ وقطعتها. الفرخه حوالي كيلو وربع او كيلو ونص، قطعتها 10 قطع. عايزه اعملها كنتاكي او نفس طريقه كنتاكي بس عن طريقتي انا. جايبه الفرخه قطعتها وضفت عليها بقى، غسلتها بالميه بس، وعملت المحلول ده عباره عن تقطيع ليمون كده، ورق لورا، معلقه قرفه صغيره مطحونه او ناشفه او كده، ومعلقه خل وملح، معلقه ملح ومعلقه سكر، وقلبتهم مع بعض كويس جدا. وزي ما انتم شايفين كده، عشان اي ريحه في الفرخه، دم، اي حاجه، يعني زي ما انتم شايفين كده الميه يبقى لونها كده. وبعد كده هشطفها وابدا اعمل لها الخلطه بتاعتها. الخلطه بتاعتي اللي هي زبادي او لبن رايب مع كوبايه دقيق او كوبايه ونص دقيق بالظبط. انا حاطه 3 كوبايات دقيق، قسمتهم نصين، كوبايه ونص هنا، وممكن تحط كوبايتين لو كميه الفراخ قليله. وحط عليهم كوبايه زبادي على الخلطه دي. حسيت ان الزبادي مش قوي فيها، قمت حاطه كمان كوبايه كمان، يعني ممكن احط كوبايه لبن رايب. والبهارات اللي انا قلت لكم عليها دلوقتي، وهقلبها كويس قوي، هقسمها على الجزئين بتوع الفراخ. حبايب قلبي، دلوقتي انا جبت الفراخ قسمتها بالنص، نص هحط عليه هريسه الفلفل اللي انا عاملاها قبل كده معاكم او تجيبوها من اي مكان، شطه، وتقلبيها. لو ما عندكيش الهريس ده حط شطه عاديه سايبه، وحط شويه كاتشب او صلصه طماطم. وهقلب بالنص ده، والنص التاني برضو عامله معاه وهقلبه. تمام حبايب قلبي، حطيت دلوقتي كوبايه ونص دي او كوبايتين حسب ما كميه الفراخ اللي عندك هتحتاج قد ايه. ممكن تحط 3 كوبايات على 10 قطع او حاجه، او 15 قطعه فراخ تحط عليهم مقطعه كوبايات، بس انا حاطه كوبايه ونص دلوقتي، وعليهم ربع كوبايه نشا او معلقتين نشا. والبهارات زي ما انتم شايفين، توم باودر وبصل باودر، بهارات فراخ، شويه قرفه صغيرين، شويه بابريكا، شويه كركم، جنزبيل، فلفل، و7 بهارات. تمام. وهقلبهم كلهم على بعض، وازود كوبايتين زبادي او كوبايه زبادي حسب ما انت عايزه الخلطه بتاعتك، تزودي ايه وتنقصي ايه. بس ده الحاجات اللي انا بحطها، وانت بقى تضيفي الزيادات اللي انت تحبيها. بقى احطها كده تمام، وهقلبها. ده الهريس اللي هو الايه اللي مش حراق، وهقلبه كله كده عليه. وبعد كده محضره الزبادي، كوبايه زبادي لكل خلطه منهم، مع كوبايه، انا كنت حاطه كوبايتين دقيق في الخلطه اللي قلت لكم عليها معاها البهارات. فهجيب بقى الخلطه دي نصها هحط عليه كوبايه ميه، والنص التاني هسيبه كده، هتبل فيه الفراخ في الاخر. تمام. الوقت النص اللي انا حطيته اهو جايباه معايا، هحطه على الوقت على الفراخ، ومعاه كوبايه زبادي، وهقلبه عليها واسيبه بقى ممكن ساعتين 3، ممكن ابيته لتاني يوم براحتي، على قبل ما اعمل الفراخ تكون اخذت الطعم الحلو اللي في قلب الخلطه وطعم كويس. وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه نحمرها ازاي. حبايب قلب اهو اللي بالشطه هي بتتبلها، وبدخل جوه الصدور كده شطه كده. تمام. وهسيبها تنقع بقى لغايه بالليل، لغايه بكره، يعني اسيبها اكتر من 5-6 ساعات في التلاجة تتبل. قلبي دي اللي من غير شطه قلت لكم، عشان عندي نوعين، واحد ناس بيحبوا بشطه وناس بيحبوا من غير شطه. ده من غير شطه نفس التتبيله بس من غير شطه. عندي حاجه هوريها لكم دلوقتي، حاجه حلوه قوي. الدقيق كنت احط عليه البهارات اللي وريتها لكم. وبعد كده كان عندي بقى في البيت شيبس قديم العيال بياكلوه مثلا، سوا حبيتين 3 بلمهم، اللي فيه الحراق وفيه مش حراق، وبطحنه في الطحانه وبحطهم عليه مع معلقتين كورن فليكس برضو، وبحطهم على الخلطه بتاعتي. في عندي الحراق هنا اهو، وعندي اللي هو الطبيعي اللي هو مش حراق. حبايب قلبي، الوقت انا حطيت الفراخ دي تبلتها امبارح، وحطيتها في الخلطه اللي احنا عملناها مع بعض، وحطيتها في التلاجة من حوالي 10 ساعات او 8 ساعات. وهبدا دلوقتي احط المصفى بقى، احط مصفى كده اصفيها، بعد كده هقليها وهكون معاكم. حبايب قلبي، دلوقتي احنا مع بعض اهو. حطيت اللي هي السبايسي قدامكم اهيت، حطيتها على شبكه، وتحتها مصفى تصفي لمده نص ساعه ساعه حسب بقى ما حاجه اقلي، يعني ممكن قبلها بنص ساعه بس. وهنا برضو اللي هي العاديه مش حراقه. حبايب قلبي، هنقعد نقلبها كده في الدقيق، وننقلها كده، ونعملها زي تاني، نعملها تاني ونعملها تاني، يعني نعملها 5 6 7 مرات، 8 مرات، 10 مرات اللي انت عايزاه كده. نقلبها تاني اهو. تمام. يبقى عندنا جرام ميه عندنا اهو. بعد ما نعمل كده هنحط في الميه كده. تمام. ونقوم نسقطينه بقى في ايه، في اللي هو البقسماط والكورن فليكس اللي انا طحناه، ومعلقتين نشا. تمام. وافضل اقلبه برده بقى كده، وانطره برده كده تاني اهو، وانطره تاني. يا جماعه بعمل اللي هو الحر اهو برده في الدقيق اللي بالنشا. وبعد كده برده هسقطه في الميه برده 10 15 مره، اعملي زي ما انت عايزه كده وتنفضيه وتعملي تاني. وبعد كده احط في الميه، وبحط برده في البقسماط والخلطه، وبعد كده هقليه. بصوا كده على نار هاديه يا جماعه. الفراخ قلت يمين وشمال على نار هاديه، شايفين عامله ازاي؟
والله بسم الله ما شاء الله المنتهى بتاعها تحفه. وبحمر جنبهم البطاطس وهنوريكم بعد كده. ده اللي هو الطقم اللي هو من غير حراق. حبايب انا طلعت الفراخ اهيت، وزي ما انتم شايفين شكلها بسم الله ما شاء الله عليها، وصفيتها في مصفى وبدات احطها في اطباق، طبعا السبايسي والعادي. عايزه اوريكم حاجه دلوقتي. بصوا المنظر، بصوا المنظر حبايبي، شايفين منظر الفراخ؟ لا فيها دم ولا فيها حاجه، بس فيها الصوص الحراق نفس بره بالظبط، والطعم والريحه تحفه تحفه تحفه. بالف هنا وشفا على قلوبكم. يا رب يعجبكم الفيديو، ويا رب يعجبكم الاكل، وبالهنا والشفا عليكم.